الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الخلق العظيم. موضوع حلقتنا اليوم عن معاملة الأسير في الإسلام. الله سبحانه وتعالى بين لنا كيف نعامل الأسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عامل الأسرى معاملة إنسانية. فنحن يا إخوة الإسلام لدينا في الإسلام أن الأسير هو من الضعفاء، ويجب حمايتهم ورعايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة الإنسان ليربط هذه الآية بالقيم الإنسانية أو بالمعاملة الإنسانية الحسنة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك يتوجب علينا أن نتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإليكم عندما النبي صلى الله عليه وسلم أسرى من معركة بدر، وكانوا مشركون، أسرهم لكن كانوا يعاملهم برفق وحسنة، كان يقدم لهم الطعام الجيد، بل من الصحابة قالوا: والله كنا نأكل التمر الرديء ونقدم لهم الأفضل. هذا هو الأسير. لا يحق لمسلم أن يعذب أسيرا ولا يقتل أسيرا. وكان وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا تقتلوا أسيرا، لا تقتلوا أسيرا ولا تعذبوه، لأن ذلك ينافي القيم والدين الإسلامي. فرسالتنا لكم جميعا، وخاصة في الأمة الإسلامية عامة، لا نكون مثل اليهود والنصارى نعذب أسرانا ونقتل كبارنا ونفعل ما نفعل. لذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآيات البينات، وعلينا أن نتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين عامة يا رب العالمين، وأن يرد كيد الماكرين ومكرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر كل من أراد أن يدمر بلادنا. قرأ كتاب الله